السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد في عالم السلام. النهاردة هنتكلم عن موقف ممكن يواجه أي حد فينا في أي لحظة، وهو إنك تشوف خطر قدامك في الموقع، سلك باين إنه مش معزول، حفرة مفتوحة، معدات بتتهز. في الحالة دي تعمل إيه؟ تبلغ؟ طب تبلغ مين؟ هل في خطوات؟ هل ممكن أتحاسب ولا أنا كده بعمل الصح؟ كل الأسئلة دي هنجاوب عليها النهاردة ببساطة، وهنفهم مع بعض دور العامل في البلاغ وإزاي ده بيحمي الناس والمكان والشغل نفسه. خليك معايا للنهاية، ما تنساش السبسكرايب واللايك الجميل، ويلا بينا نبدأ الفيديو. أول حاجة، يعني إيه خطر في الموقع؟ الخطر هازارد هو أي حاجة ممكن تسبب إصابة أو وفاة أو خسارة في المعدات، وده بيشمل حاجات كتير زي سلك كهرباء مكشوف، فتحة بدون حواجز، سجالة مش مربوطة، تسريب غاز، عامل مش لابس معدات الحماية، حتى صوت إنذار بيشتغل بدون سبب. يعني أي حاجة تحس إنها مش طبيعية أو ممكن تسبب مشكلة يبقى ده خطر ولازم نتصرف. تاني حاجة، طب أنا عامل، هل لي دور؟ أيوة، ليك دور كبير جدا. قواعد السلامة المعتمدة من الأوشا وغيرها من الجهات بتقول أي شخص في الموقع يلاحظ خطر من حقه وواجبه يبلغ فورا بدون خوف من العقوبة. يعني ما فيش حاجة اسمها أنا مالي أو ماليش دعوة، أنت خط الدفاع الأول عن نفسك وعن زمايلك. ولما تبلغ أنت مش بتعمل بلاغ، أنت بتحمي أرواح. طيب أبلغ إزاي؟ في 3 خطوات بسيطة وسريعة. أول حاجة، وقف الشغل لو الخطر مباشر وواضح، يعني مثلا لو في سلك مكشوف والعامل رايح عليه وقفه فورا. تاني حاجة، بلغ المشرف المباشر أو مسؤول السلامة في المكان. لو ما فيش، كلم المهندس المسؤول أو مدير الموقع. ثالث حاجة، بلغ كتابيا كمان لو تقدر، زي لو في دفتر الحوادث أو الواتساب الداخلي للمكان. ليه؟ علشان يبقى في توثيق ويحصل تصرف رسمي. طب هل ممكن حد يتضايق مني أو يعتبرني ببلغ على الناس؟ دي نقطة ناس كتير بتخاف منها، بس الحقيقة إن أي جهة محترمة تدعم العامل اللي بيبلغ عن الخطر. وفي قانون اسمه الحق في الرفض الآمن، يعني العامل من حقه يرفض يشتغل في مكان خطر أو يبلغ عنه من غير ما يتعاقب أو يساء معاملته. ولو حد ضايقك علشان البلاغ، ده اسمه تعدي على حقك، ولازم تبلغ الإدارة أو مسؤول السلامة فورا. أهمية السرعة في الإبلاغ، كل ثانية بتفرق. تسريب غاز ممكن يولع في ثواني، حفرة مفتوحة ممكن حد يوقع فيها، سجالة مش متثبتة ممكن تنهار. فالإبلاغ ده مش رفاهية ولا زيادة شغل، ده إنقاذ أرواح. إيه مسؤولية الإدارة هنا؟ الإدارة أو المشرف أو مسؤول السلامة هو المسؤول عن التقييم السريع للخطر، عزل الخطر أو تأمينه، توثيق البلاغ، اتخاذ إجراء وقائي سواء إصلاح أو منع أو توجيه العاملين. ولو الخطر كان فعلي ومفيش استجابة، يحق للعامل يوقف الشغل مؤقتا لحد ما يتم التعامل مع الخطر. يلا نشوف مثال عملي سريع. عامل شاف سجالة مهزوزة مثبتة على طوب مش ثابت، عمل ايه؟ وقف زمايله وقال لهم يبعدوا. بلغ مسؤول السلامة، وثق البلاغ، السجالة اتفكت وتركبت صح، مفيش حد اتصاب والمكان بقى آمن. هو ده اللي نقصده. نصيحة سريعة ليك، ما تستهونش بأي تفصيلة، إبلاغك مش غلاسة على حد، ده أمان. خليك دايما عينيك في الموقع، خليك شجاع، السلامة تبدأ بيك، وتخليش الخوف يمنعك تقول الصح. لو شفت خطر بلغ من غير ما تفكر في اللي هيقولوه عليك، انت ممكن تنقذ نفس أو زميل أو حتى المكان كله. خليك فاكر دايما، السلامة مش وظيفة فرد، دي مسؤولية جماعية. وبكده نكون خلصنا. لو شايف ان الموضوع ده مهم، شارك الفيديو مع زمايلك، واكتب لي في الكومنتات لو قابلت موقف زي ده قبل كده وعملت ايه. ما تنساش اللايك والاشتراك، واشوفكم في الفيديو اللي جاي بإذن الله.